إلى من قدر الله له مشاهدة هذا الفيديو فاعلم أن الله أراد بك خيرا. أعطني دقيقة من وقتك واسمعني بقلبك، فإني ناصحك بنصيحة إن أخذت بها والذي نفسي بيده ليفتحن الله عليك بركات من السماء ومن الأرض، وليصب عليك من خير الدنيا والآخرة، وليرضينك وليكرمك وهو أكرم الأكرمين. أقول لك اجعل حياتك ممزوجة بالقرآن، لا تنفك عنه، تلاوة دائمة من المصحف أو من حفظك، واستماع دائم حتى في غير أوقات التلاوة. خصص له وقتا يوميا في الطرقات وفي فراغك اليومي، حتى في وقت انشغالك بالأعمال التي لا تحتاج تركيزا. والله لتجدن بركة في وقتك وتيسيرا في كل شأنك وسعادة غامرة في صدرك ما كنت تجدها قبل إلا ببركة كلمات الله. تعلق به وستجد البركة في كل حياتك. كتاب أنزلناه إليك مباركا، ومن بركته أنه ما زاحم شيئا إلا باركه ببركته. كم من شخص أخبرني أنه عندما انشغل بالقرآن غمرته الخيرات والبركة في الدنيا. أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ، وسترى ذلك كما ترى نفسك في المرآة. هذا ما أود أن أخبرك به اليوم، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك.